السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايبي ومرحب في قناتي المتواضعة يوميات ست اخواتها. النهاردة هنعمل مع بعض القراقيش اللي انتوا شايفينها دي. طبعا هي بكوباية شاي سادة كده، أو كوباية شاي وتحطي عليها لبن، أو بأي مشروب تشربيه، ينسون ولا كراوية ولا حاجة لو انت بتحبيش الشاي. هيبقى فطارك بقى جاهز، وما تنعيش هم الفطار كل يوم. حاجة كده جميلة. أو لو انت بالليل مثلا عايزة تاكلي حاجة كده خفيفة، هتبقى جميلة خالص. شايفينها مستوية وجميلة اهي، رغم ان هي كانت بقالها يوم او يومين. اهو قلبها فاضي من جوه كده، وجميلة وطعمها وخفيف. انا جبت 2 كيلو دقيق، وهنحط عليها طبعا المكونات الجافة اللي هي زي مثلا كيس بيكنج باودر على 2 كيلو. لو مش عايزة بيكنج باودر بلاش، مش مشكلة. بس البيكنج باودر بيخليها تبقى مفرغة من جوه شوية كده. وهنحط كمان شوية ملح زي ما انتوا شايفين كده، حبة يعني، يا دوب يعني نص معلقة شاي على 2 كيلو. هنقلبهم كده مع بعض، الملح والبيكنج باودر نوزعهم على الدقيق كله. وهنجيب، انا عندي شوية ينسون، كنت طحناهم، كنت فاكراهم كمون يعني بصراحة، وطحنتهم، فقلت طب خلاص نبقى نحطهم على القراقيش. هنجيب حتة خميرة كده في حجم البيضة الصغيرة، وهنحط عليها 3 معالق سكر. عايزة تزودي سكر زودي، عايزة تقللي قللي، مش عايزة تحطي خالص بلاش برضو، دي حاجة ترجعلك. انا حطيت 3 معالق على 2 كيلو. هنحط عليهم بقى شوية مية كده، ونسيبها تتفاعل كده على جنب لغاية اما اكمل بقى الايه، احط السمنة على الدقيق. هنسيبها بقى على جنب كده تتفاعل. اللبن، انا عندي لبن رايب، كنت جايبة لبن وحطيته في البرام دوت مسافة يوم. هتلاقيه زي ما انت شايفة كده، ما تحطيه على الرخامة بس كده، ما تعمليش فيه حاجة. في الحر دوت هو يوم واحد بس هتلاقيه اخر النهار بالشكل اللي انت شايفينه ده. انا طبعا حطيته في التلاجة بعد ما اتجمد، لان ما كنتش هعمل في يوميها، قعد له يومين 3 في التلاجة. هو رك ما يروب حطيه في التلاجة عشان طعمه ما يتغيرش. هناخد الوش بتاعه هوت عشان مش هنعجن بيه، ممكن تعملي بيه حاجة تانية. وكفاية علينا السمنة اللي احنا هنحطها فيه. عايزة تعجني بيها ماشي، عايزة تعجني باللبن بحاله ماشي. هنقلبه بقى كده هوت عشان لما نيجي نحطه على الدقيق. هو حوالي كيلو الا ربع اهوت لبن رايب. هنحط معلقة اليانسون اللي قلتلكوا عليها الناعمة، عشان هتدي ريحة حلوة. لو انتي عايزة يعني هو المفروض تحطي سمسم يعني. هنحط بقى على 2 كيلو دولت 3 مجات زي ما انتوا شايفين كده سمنة سايحة. انا سيحت 3 انواع، 3 حاجات: سمنة بلدي، عليها سمنة جنة، عليها شوية صغيرين زيت. يعني الزيت ده ما يجيش خمس ولا سدس الكمية يعني، حاجة بسيطة. وهنقلبهم كده 3 كوبايات، 3 مجات وسط يعني. هنوزعهم كده على الدقيق كله. اللهم صل على سيدنا محمد. يا حبايبي اللي هو ما اشتركش في قناتي واول مرة يشوفني، يا ريت يشرفنا بالاشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مننا كل جديد، وعشان القناة تكبر بيكم. وألف شكر فضلا منكم طبعا وليس أمر. وحبايبي اللي هم دايما بيشجعوني، يا ريت لايك كده، وألف شكر ليكم. هنوزع السمنة زي ما انتوا شايفين كده، هنفركها كده هوت، مش هبسها زي الكحك بتاع العيد. انا مش محتاجة ان هي تبقى ناعمة. انا هنوزعها بس كده على الدقيق كله،
زي ما انتوا شايفين كده، نفرفرها كلها في الايه في الدقيق. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. متأكد ان الدقيق كله لونه اتغير، معناها ان هو كله شرب السمنة. لكن مش هنبسها بين ايديا زي الكحك بتاع العيد ولا حاجة. وكمان انا ما كترتش سمنة عشان ما تبقاش تقيلة علينا، يعني احنا هناكلوها في اي وقت، في فطار، في عشاء، فتبقى خفيفة يعني. بلاش نتقل في الايه الإدام والحاجات دي. خلاص كده ايه، شربت الدقيق كله، او السمنة يعني اتوزعت على الدقيق كله. هنجيب بقى اللبن بتاعي وهننزله على الدقيق. هو حوالي كيلو الا ربع او اقل لبن رايب. هنجيب برضو الخميرة بتاعتي خلاص اتفعلت، وهنحطها مع العجينة ديت. انا ما بنعجنش بقى، مش بنلتها ولا حاجة، انا مجرد برضو اللي بنخلي اللبن يوصل لكل اجزاء في الدقيق. هنحط الخميرة، اللهم صل على سيدنا محمد. اهي الخميرة نفضيها بقى كده، وبرضو نكمل اننا ناخد من تحت لفوق كده، نقلب، عبارة عن تقليب كده، بحيث ان كلها يوصل لها اللبن والخميرة، لكن ما نلتهاش زي العجين العادي اهو. هي كده، وشوفوا بنعملها ازاي، بنقعد نفتحها كده بالشكل ده اهو، ونتأكد ان هي خلاص كده ايه، شربت اللبن والخميرة. نمسكها بقى، نطريها كده في ايدي، بقت خلاص ممكن نفردها. خلاص كده الحمد لله. هنجيب بقى العجوة. انا جايبة نص كيلو عجوة، ما يكفيش طبعا الاتنين كيلو دقيق، لكن انا ايه، هعمل بعض يعني حتة من العجينة مش كلها. هرستها طبعا بمعلقة سمنة و... ونعمتها يعني. ولو عايزة انت تجيبي مهروسة جاهزة، وعندك حد يعني واثقة فيه ان هي المهروسة نضيفة عنده، ماشي. هنبططها بقى، ناخد حتة كده من العجينة ونبططها زي ما انتوا شايفين كده. وهنجيب العجلة برضو اللي انا بنفرد بيها، او تفردي بالنشابة برضو مفيش مشاكل. نحاول كل شوية ايه نديرها كده وكده، عشان برضو نعرف نشوف ايه، نوزع يعني الفرد على كل اجزائها، عشان متبقاش فيه حتة تخينة وحتة رفيعة. نسويها كده بايدينا، ونحاول نخليها مستطيلة، عشان لما نيجي نقطع ما يتهدرش مني كتير. ونسويها كده بايدي. طبعا هي العجينة طيعة يعني. الحتت اللي نلاقيها مثلا داخلة لجوه نفردها، نسويها بايدي كده، عشان انا وانا بنقطع بالسكينة ما نهدرش كتير بقى، ونقعد كل شوية نشيل عجين ونفرده تاني وكلام من ده. هنسويها بقى بالسكينة من جميع الجهات. الحتت اللي هي ما تسوتش نسويها برضو، نقلبها كده ان ايه، عشان دايما الحتة اللي تحت دي بتبقى ناعمة، فبنجيبها لفوق وهكذا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنسويها بقى بالسكينة كده الحروف بتاعتها، ونحاول ما ايه، يعني نكون مسوينها كويس عشان ما نهدرش واحنا بنسويها بالسكينة. نبدأ بقى نقطعها بقى مستطيلات، شرايح كده. رغم ان هي حتى يدوب معلقة
ينسون، لكن تلاقيها ايه باينة خالص فيه. يعني انت ممكن تحطي سمسم يبقى حلو، او شمر، حسب الطعم يعني اللي انت عايزاه. لو عايزة يبقى لها ريحة وكده بحط فانيليا، بس انا ما بنفضلش يعني في القراقيش، ما بنفضلش نحط روايح يعني. هنقطعها بقى بالعرض كده بحيث ان هي تبقى صوابع يعني معقولة، لا طويلة قوي ولا تبقى معقولة بالشكل ده، عشان اللي ياخد حتة يكملها، ما يقعدش يفرفت ويسيب الباقي وكده يعني. مم. تبقى حاجة يعني في المعقول كده، ما نكبرش الصبع قوي بتاع القرقوشة. نرصها بقى في الصاج كده زي ما انتوا شايفين اللي انا هنخبز فيه. طبعا انا بنرص السجان اللي انا هنخبز فيها الاول، وبعد كده الزيادة بنرصها بقى على طبلية، او نرصها على صينية كبيرة او كده، لان لما هبدأ بالصواني اللي انا هندخلها الفرن، يبقى هي اللي نملاها هي اول حاجة. أنا طبعا كملت على الطبلية، سبت الرخامة ورحت على الطبلية، لأن طبعا مش هفضل واقفة المدة دي كلها. برضه بنعمل شرايح اهي. لما تيجي تخبزيها بقى، تحطي لو انت يعني عاملة رهيفة وفي بتبقى تخينة، تخلي الطحين مع بعضه والرهيف مع بعضه في قلب الصاج، عشان ما تبقى ايه، السوى يبقى متوزع سليم، يعني بدل ما تبقى واحدة تتحرق وواحدة تبقى لسه مستوتش. لا، بحط رفيع مع بعضه وكده. هنعمل بقى بالعجوة، فردت العجينة مستطيل برضو، وعملت العجوة هي صوابع عشان تساعد يعني في ان نحطها على طول. هنحطها كده على حرف العجينة زي ما انتوا شايفين. اللهم صل على سيدنا محمد. صلي على النبي كده وحطي لي لايك، يلا عشان القناة تكبر بيكم حبايبي الحلوين اللي متابعين. هنبططها كده عشان تثبت بس في قلب العجينة. طبعا انا بنعمل بايد واحدة، فتلاقيني مش مالكة قوي يعني، مش زي ما اكون بشتغل بايدي الاتنين. انا ماسكة الموبايل بالايد التانية، هتنيها كده زي ما انتوا شايفين عشان تبقى العجوة في نص القروش. هنلفها كده اهوت زي ما اكون بنعمل رول يعني كده، اهو لفة كده كاملة اهي. بعدين نبططها كده ونقطع بقى الزيادة بالسكينة. طبعا انا لو بشتغل بايدي الاتنين انا كنت هنظبط قطعتها بقى حتت كده على قد كده، اه في المعقول، لا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. اه هنرصها بقى في الصاج برضو نخبزها، وادي الخبيز بتاعها اهوت، جميلة ومفرغة من جوه، واللي فيها عجوة هي بتبقى على نار هادية طبعا وعلى الشبكة. ولو احتاجت تتحمر من فوق ولا عيلها الشواية دقيقتين كده تتحمر من فوق. الصاج بياخد له زي 10 دقايق أو ربع ساعة في قلب الفرن على نار متوسطة. شايفين فاضية من جوه ازاي، وبتبقى طعمها جميل وحلوة. وحطها في التلاجة، لو انت هتغيبيها حطها في التلاجة في الحر ده عشان ما تصوفش منك وريحة وطعمها ما يتغيرش. وهي ناعمة، لا هي ناعمة ولا هي خشنة، جميلة وسط يعني. يا رب تكون عجبتكم واديتوني لايك كده في الآخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.